قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء اليوم الخميس تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عائشة سرايدي المعروفة بهيام ستار لتعميق البحث والاستماع إلى كافة الأطراف بسبب مواجهتها بعدد من الشكايات. وطالبت الجمعية المشتكية بالمعنية بالأمر بإخضاع ابنة هيام ستار المسماة ريتاج للخبرة الطبية والنفسية بعد اكتشاف وجود كدمات وآثار عنف على جسدها. كما تقرر إحالة أبناء المعنية بالأمر على الجمعية المكلفة برعاية الأطفال. وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المثير للجدل هيام ستار على خلفية تقديم فعاليات حقوقية لشكايات ضدها. وقد أقدمت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الثلاثاء على توقيف عائشة سرايدي المعروفة بلقب هيام ستار بناء على تعليمات من وكيل الملك، وجرى وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية بعد تلقي شكايات من جمعيات حقوقية وجمعوية تتهمها بممارسات مثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأثارت هيام ستار موجة انتقادات واسعة بسبب نشرها مقاطع فيديو تظهر تعنيفها لأطفالها في حالات وصفت بأنها تحت تأثير الكحول. كما صعدت الجدل بتصريحات علنية ادعت فيها تركها للإسلام واعتناق المسيحية. وظهرت الناشطة في عدة فيديوهات مباشرة وهي ترتدي ملابس جريئة وتوجه اتهامات لعدد من المؤسسات الحكومية، ما أثار استياء الكثير من المتابعين ودفع نشطاء وجمعيات حقوقية إلى المطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ أطفالها من بيئة وصفت بالصعبة والخطيرة. الحادثة أعادت النقاش حول دور السلطات في تنظيم المحتوى المنشور على الإنترنت وضمان حماية الأطفال من أي أذى نفسي أو اجتماعي قد يتعرضون له بسبب تصرفات أوليائهم.